بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان مبارك عليكم وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة معلش هنطول في المقدمة شوية. عايزة ارمضان عليكم واقول لكم رمضان يا رب مبارك عليكم انتوا وحبايبكم وينعاد عليكم، وربنا يا رب يقدرنا على صيامه وقيامه. وعايزة افكركم وافكر نفسي بالقرآن. خليلك ورد بعد كل صلاة، انت بقى ووقتك انت ومقدرتك تقدري تقري بعد كل صلاة 5 صفح 10 صفح. في ناس ممكن تقدر تقرا جزء بعد كل صلاة، دي ما شاء الله اللي بتختم القرآن اكتر من مرة. فانا بفكركم وبفكر نفسي بالقرآن، بالورد بتاعنا، بالصلاة في وقتها. حتى لو في ايدك ايه، المفروض الاذان يخلص تتوضي وتصلي، كده كده الصلاة عليكي وده فرض ما نأجلهوش، وربنا مش بيبارك في اي حاجة بنأخر الصلاة عشانها. فنأدي الفرض اللي علينا ونرجع نكمل، والله ربنا هيبارك لنا في الوقت. وبتمنى ان ربنا يبارك لي في وقتي ووقتكم، ويا رب نطلع من رمضان مجبورين مقبول رمضان صلاته وصيامه وقيامه. وكمان بطلب ان ربنا يعيني ويعينكم على الصيام وعلى القيام. انووا من دلوقت وبتاخدوا اجر على النية ان شاء الله ان انتوا هتصوموا وتقوموا الليل، وان شاء الله ربنا يقدرنا. بس انا بيني وبين نفسي نويت من دلوقتي ان انا اختم القرآن حتى على الاقل مرة او 2. في ناس ما شاء الله بتختمه 3 4 مرات، واتمنى يا رب ان انا منساش القرآن في يومي. بعد كل صلاة زي ما قلت لكم هيكون لي ورد بإذن الله. بفكر نفسي وبفكركم كمان مرة، معلش لو طولت عليكم من المقدمة، بس أنا جاية لكم النهاردة مش بوصفة، هنقعد نحكي مع بعض شوية كده، وأنا واثقة إن الفيديو ده هيعجب ناس كتير قوي. ولو عايزيني كل يوم لما أشارك معاكم فطار أو سحور أقول لكم نصيحة ازاي تحافظي على وزنك، وازاي تطلعي من رمضان خسرانة وزن مش زايد وزنك، والبداية هتكون النهاردة في الفيديو ده. نبدأ بقى الفيديو بتاعنا النهاردة. أسوأ حاجات بنعملها في رمضان، مش بس بتزود وزننا، لا كمان ده بتخلينا عرضة للإصابة بمقاومة الأنسولين. أول حاجة إننا بنفطر على عصاير ودي مليانة سكر. تعالوا بقى نتكلم في البند العصاير ده شوية. مليانة سكر، يعني الوجبة اللي داخلة بقى اللي هي الوجبة الدسمة الأساسية اللي بعد اللي هي وجبة الفطار على طول هتروح على الجناب على طول دهون. ليه؟ لأن السكر مش هقولك بيوطي الحرق، لا بيموت الحرق. فبلاش العصاير اللي بتبقى مليانة سكر، بلاش. كمان اما ناخد عصير في كمية سكر بيخليكي بعد الوجبة بقى اللي احنا دخلناها اللي هي الدسمة بتاعة الفطار دي هتجوعي بعدها ما يكملش ساعة ساعة ونص، هتحسي نفسك جعانة. هو كده من السكر اللي دخل جسمك. فالعصاير ديت يعني بجد بتودينا في داهية. ثانيا في ناس بتشرب العصاير دي متلجة، بتبقى مليانة تلج. كمان اني افطر على حاجة سخنة قوي او حاجة متلجة قوي، دي بتعمل صدمة للمعدة، فخلاص المعدة صايمة بقالها ساعات كتير، وانزل بحاجة سخنة قوي او باردة قوي خلاص بتتصدم، فمش هتقدر تهضم الوجبة اللي داخلة كويس. شوفوا احنا عملنا ايه بس بكوباية العصير المتلجة او بطبق الشوربة المولع ده. لا، خلي العصير اذا هتشربي عصير سكر خفيف، ويا ريت نفطر على تمراية الاول او تمر بحليب، دي احسن حاجة، التمر بلبن، ونصلي. ليه بقى بنفطر على حاجة خفيفة ونصلي؟ احنا كده ادينا للمعدة فرصة ان هي ترجع تشتغل تاني بعد الوقت الطويل اللي هي كانت واقفة فيه اللي هو وقت الصيام. هنشرب كوباية مية، هناخد تمراية واحدة عشان برضو التمر بيبقى مليان سكر. هناخد تمراية ونشرب مية، وبرضو المية ما تكونش متلجة عشان قلنا ما نعملش صدمة للمعدة وتقدر تهضم الوجبة اللي داخلة بعد شوية بشكل صحيح. خدنا التمراية وقمنا صلينا، او شربنا كوباية تمر بحليب وقمنا صلينا، كده خلاص المعدة عارفة ان هي داخل لها وجبة بقى ورجعت اشتغلت على التمراية ديت. قومي بقى افطري.
قبل الفطار كمان عايزة اتكلم عن السكر اللي بيبقى في العصير. بيضرنا في ايه كمان؟ كمية السكر اللي بتبقى مليانة في العصير دي بتزود معدلات افراز الانسولين في الدم، وبيزود تخزين الدهون، وزي ما قلنا بيموت الحرق عندي. الحرق بقى ضعيف، او زي ما قلنا بيموت نهائي من السكر. خلاص بقى الوجبة مش هتتحرق. كمان هيحصل لي عسر هضم، وكمان هيحصل تلبك معوي، يعني الوجبة مش هتتهضم كويس. هتحسي بقى بدربكة، غازات، بطنك تعبانة، متضايقة. وبعد الشر كمان العصاير دي، معلش كنت قطعت معاكم، كنا بنقول بعد الشر عنك هيحصل لك عسر هضم وتلبك معوي، والوجبة مش هتتهضم. ده كله من كوباية العصير اللي احنا شربناها، او الكوبايتين العصير اللي احنا شربناهم. وكمان العصاير دي بيبقى فيها سعرات حرارية عالية جدا جدا، يعني بدل ما نطلع من رمضان خسرانين وزن، لا هنطلع زايد وزننا، ونطلع بقى داخلين على الصيف، نطلع الصيف الهدوم ما تدخلش فينا، نبقى زعلانين عشان نخرج خروجه تلاقينا مطلعين الدولاب كله على السرير عشان نعرف ندخل في طقم من اللي كنا بنلبسه. طب وليه ده كله؟ رمضان فرصة ان احنا نخسر وزن، مش نطلع زايدين وزن. ازاي هنطلع كمان خسرانين وزن مش زايدين في الوزن؟ لو بناكل صح وبنوزع وجباتنا او اكلنا على وقت الليل اللي احنا صاحيين فيه. كمان حاجة، ان احنا بنفضل طول اليوم نايمين في السرير ومكسلين نقوم بحجة ان احنا صايمين، وده زي ما قلنا بيموت الحرق. وكمان معدل الحرق عندي بيضعف جدا جدا. مش عشان صايم اقضي يومي في السرير وما اقومش اخلص اللي ورايا، لا، الحركة حلوة في الصيام. تقدري كمان تحرقي وانت صايمة. على فكرة لو انت نشطة كده وبتقومي من سريرك، معدل الحرق بيبقى زايد. ده لو احنا بدأنا من وجبة الفطار بالليل ودخلنا اكلنا صح. والحاجة اللي كمان بتخلي الحرق عندنا يضعف ونطلع زايد وزننا، او الخطأ اللي بعد كده، ان احنا بنتسحر محشي ومحمر بقى، يعني بنتسحر من بواقي الفطار، وده ما ينفعش ابدا. تكون وجبة السحور هي وجبة الفطار، لان فيها سعرات حرارية عالية جدا جدا، وده كمان بيوطي الحرق عندنا. لازم السحور يكون سحور صحي، يكون حاجة ما تعطشنيش تاني يوم. ما ينفعش زي ما قلنا الناس اللي بتتسحر زي ما فطرت محشي بقى ومحمر ورز معمر، دي مش وجبة السحور. بداية حلوين، ما ينفعش زي ما قلنا ان تبقى وجبة السحور هي وجبة الفطار. يبقى كده الوجبتين مليانين سعرات حرارية عالية جدا جدا، يبقى كده خلاص وطينا الحرق وزاد وزننا. كمان لما نتسحر من وجبة الفطار او من البقايا بتاع الفطار هتتعبي قوي تاني يوم وهتحسي بالعطش. كمان مش بنهتم بترتيب الاكل اللي بيدخل جسمنا بعد كسر الصيام. مش بندي الأولوية للبروتين والألياف، لا، بنفضل النشويات والسكريات في الوجبة ان احنا نبدأ بيهم، وده بيزود الشهية جدا جدا، وبيرفع السكر في الدم، وبيخليك تحسي بالجوع أسرع. وده اللي اتكلمنا فيه من شوية، ان احنا بنجوع بسرعة بعد ما ندخل سكريات. في الأول كده بنجوع بسرعة، يعني بعد أقل من ساعة أو ساعتين من الوجبة الدسمة دي بتاعة الفطار والعصاير والحلويات والمحشيات والمحمرات هتحسي انك جعانة. تعالوا بقى نقول نبدأ الفطور بتاعنا كده. نبدأ بايه في الاول واحنا ماشيين كده نمشي صح؟ اول حاجة زي ما قلنا هناخد كاسة التمر بالحليب، او نفطر على تمرية وكوباية مية وما تكونش باردة جامد، وهنصلي. نرجع من الصلاة هنبدأ بالسلطة وبعدين الشوربة. خلاص الشوربة بتاعتنا غرفناها قبل الصلاة، بقت دافية ما هيش سخنة عشان ما تعملش شك، تنزل تعمل تشك في المعدة او صدمة. يبقى خدنا السلطة بعدين الشوربة بعدين قطعة البروتين بقى، سواء لحمة او فراخ او سمك. عادي ممكن ناس بتحب تفطر سمك. شوفي بقى بعد ما شربنا التمر بحليب وخدنا طبق السلطة، لازم طبق سلطة عشان ما يحصلكيش كمان امساك، لان من الحاجات اللي بتزود وزنك الامساك. يعني حاولي ما يحصلش معاكي امساك في شهر رمضان او في ايام السنة عموما. اشربوا مية كتير، خلي طبق السلطة ده اساسي في وجبتك. خدنا السلطة، وراها الشوربة، وراها البروتين. تخيلي بقى معدتك فاضل فيها قد ايه، هو جزء صغير هتاخدي فيه النشويات.
سواء بقى كانت مكرونه، رز معمر، او ويا ريت تخلي اكلك من النشويات ده في طبق عشان تعرفي انت كلتي كام معلقه. خلاص احنا ملينا المعده في الاول زي ما قلنا بالسلطه والبروتين، فاضل بقى جزء صغير اللي هناخد فيه النشويات وهتحسي بالشبع. واشربي ميه على مدار طول الليل وانت قاعده، ما تنسيش شرب الميه عشان بشرتك وجسمك وشعرك وجمالك، وعشان كمان اهم حاجه كلنا بندور عليها البشره تكون صحيه، شرب الميه. يعني طول الليل وانت قاعده كده خلي جنبك ازازه ميه وخليها تكون لترين عشان تعرفي انت شربتي قد ايه طول الليل. وكده اكون خلصت الفيديو. لو عجبكم فكره الفيديو ده زي ما قلت لكم ممكن مع كل فطار او سحور اقدمه معاكم، نقول نصيحة كده سريعة ازاي نحافظ على وزننا، وازاي نطلع خسرانين وزن في رمضان بدل ما نطلع زايد وزننا ونطلع نعيط كلنا اخر الشتاء او اخر رمضان عشان مش لاقيين لبس يجي على مقاسنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم وتكونوا استفدتوا منكم. اي حد فيكم بيحب صاحبته، اخته، جارته، وكمان الكلام للشباب والرجاله اللي معانا على القناه، كلكم اخواتي وحبايبي، ابعتي لينك الفيديو ده لاصحابك ولحبايبك عشان كلهم يستفادوا وكمان تاخدي اجر. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين كمان مره، وسلام.